فيها مخالفة. إذا خروج أحمد فتحي ودخول أحمد السيد. شريف عبد الفضيل هل يقدم الإضافة في خطة باكراين وهجوميا يصبح جناح؟ سنرى نتابع. خطأ لمحمد ناجي كدو، خطأ كان واضح على إدريس كوليبالي. بينما التغيير الجزائري الآن رقم 28 يدخل الآن الرماش بالكلام. رماش بالكلام يدخل في تشكيل نادي الشبيبة بديل لسعد تتجار صاحب الهدف. هذا هو التغيير من قبل المدرب السويسري ألان جيجر. بينما الكرة في 20 دقيقة لعب من الشوط الثاني ستكون للنادي الأهلي. مباراة ستلعب على مرتدة للجزائر أو لهدف ثاني يحسم المباراة للنادي الأهلي. لأنه الأهلي إذا جيب الثاني صعب جدا يخسر مباراته بعدها في ظل خاصة النقص العددي للفريق الجزائري. كرة خطيرة ترجم الدفاع ركنية. إذا كورنر ضربة زاوية. خرجت الكرة عن طريق اللاعب الأورفي. ما زالت الكرة للنادي الأهلي بالراس ترجع من الدفاع. مرة أخرى الكرة للفريق المصري. كرة طويلة هو ترجع من الدفاع والحكم يصفر تسلل. الشوط الثاني حقيقة صعب جدا كما قلت، ما شفناش كورة لكن شوط التكتيك وشوط حسابات المدربين مش حاجة كبيرة. اللاينمان على فكرة مراقبي الخط سابقا مساعد الحكم حاليا. بينما الكرة ترجع فريق الجزائري. محاولة المراوغة يتعدى أحمد السيد خطيرة جدا. الرماش بالكلام وكرة ترجع من الدفاع. أنقذ الموقف عبد الفضيل. ترجع الكرة للشبيبة ثم للنادي الأهلي. شريف عبد الفضيل. السرعة هي اللي يفتقدها الفريق المصري. بينما الفريق الجزائري لازم يكمل على هذا المنوال. تكتيكيا فريق واقف مليح، وكما قلت ونعاود الشبيبة كسبت بصمات السويسري جايجر. واضح تحس بصمة المدرب. حسام البدري مع هذه خشبة يبحثان عن الحل، يبحثان عن ثغرة هي واحدة للانتصار. حاليا نقطة 10 للشبيبة، 5 نقاط للأهلي، 4 للهرتلاند و3 للإسماعيلي. النتيجة الحالية توظف أكثر استنتاجنا أن الشبيبة سيصل لدور الأربعة والمركز الثاني سيكون صراع رهيب. انتصار الأهلي اليوم 90% الأهلي هو المرافق لفريق الشبيبة في السيمي فاينل. سيد معوض في الظروف العادية الأهلي كان يلعب مرتاح في هذه المجموعة، لكن ممكن غياب النتائج هو اللي شكك اللاعبين والصعب المأمورية. لكن فريق بحجمه وقيمته وتجربته يعني حتى المباريات القادمة قادر يتعامل معها. ترجع الكرة السيد يلعب عاشور، سيسدد شهاب الدين أحمد، لا يمشي بالكرة. شريف عبد الفضيل الورقة اللي يلعبها البدري والتنقل الانتقال والخط فاول. مخالفة لفريق النادي الأهلي. فكر في وقت من الأوقات أن يدخل أحمد حسن ثم خير يلعب عبد الفضيل على اليمين ودخل السيد كتغيير، والآن سيقحم أحمد حسن. يعني في آخر 20 دقيقة ربع ساعة سيدخل الصقر المصري حسن للمباراة. بينما الكرة الآن ستدخل منطقة الجزاء لفريق الشبيبة، خطيرة جدا. الكرة الثابتة بركات يفكر، وقت حساس في عمر المباراة، من يسجل أكيد سيفوز، ما فيش كلام. صراع الدائم بين المهاجمين والمدافعين، مباغتة لتسديدة، ما زالت الخطورة لكن ضيق على نفس الخلاف. خلاص ضاعت الإمكانية لمخالفة الأهلي، وترجع كرة من دفاعات الشبيبة. دفاع 10/10 من الشبيبة في هذه البطولة. بهذا الدفاع الصلب حقيقة الشبيبة يحلم أنه يمشي بعيد في الشامبيونز ليج. بركات يوزع صعبة جدا وكوليبالي مرة ثانية. ترجع الكرة السيد معوض والدفاع يتصدى وخطأ في صافرة الحكم عنده. الرماش بالكلام يتحسب على بطاقة صفراء.
انذار اذا ضد بالكلام رماش. هذه الكره الاخيره والتاكل يعب على الكره والمس معاه المدافع المهاجم الان معوض والحكم يقرر خطا. بوتريكا لاستعادة ذكريات المخالفات المباشرة. مالك عسلة من أجل تنشيط ذاكرة التألق كجول كيبر. صعبة جدا هذه الكرة في الدقيقة 25 من الشوط الثاني. يمشي بوتريكا عنده كرة في مكان مناسب جدا. حاول بوتريكا على مستوى ال 25 متر مقابل الحارس. صعبة جدا على مالك عسلة. يمشي بوتريكا يتقدم والدفاع يردها. ترجع مرة أخرى شهاب الدين أحمد. كرة لعاشور. حسام عاشور. شوف الجدار الدفاعي متاع فريق الشبيبة. ترجع الكرة مرة ثانية للتوزيع والدفاع يتصدى، لكن الكرة الثانية يستفيد منها السيد. سيد يرفع كرة خطيرة طويلة شوية، قوية شوية. كانت مرة أولى، ما زالت الثانية صعبة والركنية. كانت النيران الصديقة يا ريال. علي ريال كان ممكن يسجل في مرماه. كانت كرة عكسية صعبة جدا من قبل الأهلي يواصل الضغط. شوط هجوم من النادي الأهلي لكن بدون ثغرة لقوة دفاع الشياسكا. ترجع الكرة من الركنية، ضربة زاوية، الإمكانية للتحذير. التسديد سيكون الآن. لا، التفكير في اللعب على أطراف شهاب الدين سيسدد. ممتازة، فرصة كبيرة شهاب الدين أحمد. الشوط الثاني بكثير من المحاولات. طبيعة الأمور قلت الأهلي سيضغط والشبيبة مش تدافع. لحد الآن البحث المتواصل عن الجوهرة الثانية للأهلي من أجل النقاط الثلاث، ولحد الآن سلامات بالنسبة للجياس كابيلي. ترجع الكرة للسيد عاشور في وسط الملعب. السيد معوض يمشي بالكرة. حسام عاشور شهاب الدين أحمد. توصل وائل جمعة. يمشي وائل يلعب على اليمين. كرة في الانطلاق من شريف عبد الفضيل. شهاب الدين، أسامة حسني، جدو، حسام عاشور. والكرة تبقى مصرية أهلاوية على أطراف. يدخل الآن معوض، حاول الثغرة للتوزيع قريب من المدافع، ما لقاش حل. شوف كرة تلخص لك هذه التمريرات. ثم كرة في العمق ممتازة جميلة لكن برا كرة بدري. البحث عن الهدف الثاني متواصل مع تواصل صمود دفاع الكناري. شوف الكرة، الباس ممتاز، بر دفاع أو هجوم الأهلي. القاء الثغرة أخيرا، باس الكرة ممتاز، الكنترول والازدواجية لكن ما دخلتش. والشبيبة في مرتدة أو هجمة مركزة للأمانة لأنه ما كانتش سريعة. ترجع الكرة. شوف الحل الهجومي يفتقده الآن فريق الجياسكا. رماش بالكلام، كرة تتهيأ الأورفي يلعب الكرة. إدريس كوليبالي، يدخل كوليبالي والكرة ترجع من الدفاع. كرة النادي الأهلي. شهاب الدين أحمد. الربع ساعة الأخير في مباراة القاهرة. عبد الفضيل، شريف يحاول يدخل، شريف يتعدى، شريف عبد الفضيل يرجع مرة أخرى. انطلاق البحث المتواصل عن ثغرة. عاشور، سيد معوض، باس كرة ممتازة يمشي فيها جدو يحاول يوزع مرة أخرى. ترجم الدفاع الجزائري. الكرة الثانية خطيرة، تسديدة ممتازة والكرة برا. كانت كرة مرة أخرى من الشاب شهاب الدين أحمد وركنية استدرت الدفاع الشبيب. برافو الإصرار بتاع الأهلي وروعة هذا التحدي بتاع الشبيبة، الصمود المتواصل. مساعد تلعب أمام 80,000 بخبرة الأهلي وقوته الإفريقية بنقص عددي شوط كامل، ولحد الآن ما زلت صامد. بينما كرة من بوتريكا برا، من بوتريكا
مرة من بوتريكا والوقت متواصل والجماهير تنتظر. الربع ساعة الأخير، الأهلي 1 من جدو، الشبيبة 1 من سعد تجار.